سعد بيه مالك؟ انت ايه اللي دخلك دلوقتي؟ انا قايل للسكرتيره ما تدخلش حد. ايه ده يا سعد بيه؟ انت بتعيط؟ وما عيطش ليه؟ مش بني ادم وليا احاسيس ومشاعر؟ ايوه، طب ايه السبب؟ انت مالك؟ دي حاجه تخصني انا. انا ما اقصدش، انا اسف يا سعد بيه، بعد اذنك. استنى، انا محتاج اتكلم مع حد، مش هلاقي اقرب منك عشان افضفض لك. اقعد يا طارق. مالك يا سعد؟ انا اتصدمت صدمه عمري النهارده يا طارق. خير، ايه اللي حصل؟ رشا مراتي اكتشفت انها بتاخد حبوب منع الحمل. وده اللي مزعلك قوي؟ ده مش مزعلني، ده قاهرني. وعلى ايه كل ده؟ ما كل العرايس الجداد بيلجأوا للحل ده عشان ما يخلفوش. بس انا ما طلبتش منها كده، بالعكس، ده انا عمال الح عليها عشان نخلف. يعني هي عملت كده من غير ما تقولك؟ تخيل، تخيل بعد كل اللي عملته عشانها مش عايزه تخلف مني. ايوه، يمكن عملت كده عشان خايفه على جمالها ولا على رشاقتها. ما هم مضروبين بالنغمه دي اليومين دول يا سعد. كنت تقول لي ما تسيبنيش كده دماغي تودي وتجيب. ده انا بدات افكر ان انا عقيم. يعني عموما انا شايف ان انت عندك حق تزعل. هي كانت لازم تقولك قبل ما تعمل كده، بس انا رايي يا سعد انك تقعد معاها، يمكن يكون عندها اسباب منطقيه. انا طردتها. طردتها؟ ما قدرتش امسك اعصابي، الصدمه كانت جامده قوي يا طارق. يا انت كده صعبت المساله قوي يا صاحبي. خايف يكون جوازي منها كان غلطه هندم عليها طول العمر. ايوه، انت حاسس بايه؟ مش عارف. ممكن تهدي الاول وبعدين نتكلم؟ ابعد عني، انا عفاريت الزرق بيتنططوا في وشي. انا دلوقتي حالا ممكن ارتكب جريمه. طب ممكن افهم عايزه تمشي تروحي فين؟ انت مالك؟ هو ايه اللي انا مالي؟ انت ناسيه ان انا جوزك؟ في ايه يا نهمه؟ ايه اللي حصل؟ لمي هدومك ياما، احنا هنمشي من هنا. ليه كفرنا الشر؟ نسيت اقول لك، مش الفيلا طلعت مش بتاعتنا. ايه الكلام ده؟ البين نصب عليا، خلاني بغباوتي سحبت فلوسي من البنك وحطيتها في حسابه، وكل حاجه بقت باسمه. الكلام ده صح يا نديم؟ ايوه صح يا حاجه. اخس عليك اخس، وانا اللي كنت فاكراك راجل بتضلل علينا تعمل فينا كده. انا ما عملتش حاجه، انا بحب بنتك وعايزها تفضل جنبي. انا عملت كده علشان تبقى محتاجاني وما تسيبنيش. اوعى تفتكر احتياجي ليك هيخليني اعيش تحت رجليك، لا تبقى غلطان. انا حبيتك واخترتك وانا قويه ومعايا فلوس، ودلوقتي وانا فقيره وما حلتيش اللضا وبعد كل اللي عملته فيا بقول لك مش عايزاك. عارف ليه؟ لاني حره وما اقبلش ان حد يملكني غصب عني. انا بحبك يا نعم. لو كنت بتحبها بصحيح رجع لها فلوسها. ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ اذا كانت عايزه تسيبني وتمشي وهي مكسوره ومفلسه، امال لو معاها فلوس هتعمل ايه؟ هتشوف انا هعمل فيك ايه يا نديم. واوعى تفتكر ان فلوسي دي هتروح، لا هاخدها ولو اخر يوم في عمرك. هو احنا رايحين الملاهي؟ لا، احنا هنروح نزور حد انت بتحبيه قوي. مين يا بابا اشرف؟ ماما عليا. مامي هي رجعت من السفر؟ رجعت، بس حست كده انها تعبانه شويه، قالت اروح اتدلع واروح اقعد في المستشفى يومين. المستشفى؟ بس ما تقلقيش، هي كويسه خالص دلوقتي. طيب انا مش هينفع اروح لها بالفستان ده. انا هروح بالفستان ده وتعمل لي ضفيره. اعمل لك ايه؟ ضفيره، تعرف؟ احاول عشان خاطرك. دي سهله قوي. بص، هتجيب دي كده، ايوه، ودي كده، ودي كده، ودي كده، اهي بقت ضفيره. خد بقى انت كمل لحد الاخر. برافو، وريني. اجيب دي كده. مش كده مش كده يا بابا اشرف، دي سهله قوي. هقول لك تاني، هتجيب دي كده ودي كده ودي كده. معلش اعذريني، اول مره اتحط في الموقف ده، اتحط في مواقف تانية خالص. عارفه لو حد من المساجين عرف ان انا بعمل ضفيره دلوقتي ايه اللي هيجرى؟ معلش هتعلمها عشان خاطرك، تعالي.
ايوه كده. اجيب دي كده ودي كده، وبعدين كده، وبعدين كده. ماشي. بتزعل ستك سماح يالا، بتزعل ستك سماح. اخر مره يالا، ما عندكش نخوه، ما عندكش نخوه. عامل لي فيها راجل وهو اول واحد بيكشف سترنا. انا عزومه مختار بيه، صدقني ده انا قطه مغمضه. نعم يا اخويا انت قطه. امال الفرق يبقى ايه؟ الله يسامحك يا ست سماح، الله يسامحك. وعموما اللي هيؤمر بيه مختار باشا انا راضي بيه. خلاص اخر مره تزعل ستك سماح، فاهم يا واد؟ هو انت هتسيبه في المدبغه بعد اللي هببه؟ ما هو قدامك هو بيقولوا انه ما عملهاش. قالوا للحرام يحلف. وبعدين هو انا حد قايل لي؟ ده انا شايفاه بعينيا دول اللي هياكلهم الدود. خلاص يا سماح بقى، المسامح كريم. يمكن كانت وزت شيطان وراحت لحالها. واناش عرفني الشيطان هيوزوا على ايه المره الجايه. نصبر عليه، ما انت عارفه برضو انه ده واد من رجالتي، وما يصحش ارميه في الشارع، ما يهونش عليا. انت المفروض تستعر منه وتطرده لانه محسوب عليك راجل وهو خسيس. خلاص بقى اخر مره، قومي اقعد قدام الكل اهو. لو زعلت ستك سماح تاني هرميك بره ومالكش راجعه، فاهم يا واد؟ فاهم يا معلم، فاهم. حسبي الله ونعم الوكيل على الظالم والمفتري. شوف الخسيس بيمثل ازاي. قلت لك خلاص بقى يا سماح، يلا هات غور من هنا، يلا غور من وش السعادي. امرك يا معلم، يا نصر الغلابه والمظلومين. يلا يا ابني من هنا، يلا يا بنت، كل واحد على شغله، يلا. كده برضو يا مختار؟ انا اللي جايباك عشان تاخد لي حقي، تقوم تنصره عليا؟ انصر مين؟ ايش جاب لي جاب؟ انت هتنزلي راسك راس عيل جربان زي ده. ولما انت عارف انه جربان متمسك بيه ليه؟ يا سماح بينفعني اوقات يبقى ليه عوزه. يعني انت هتعوز ايه من واحد جعر زي ده؟ يا سماح الدنيا ياما بترمي على الواحد بلاوي سودا، ما يحلهاش غير واد جربان زي ده. وبعدين تعالي هنا بقى، انت نازله الشغل عشان تحلي مشكله ولا تعملي مشكله مع اللي رايح واللي جاي؟ انا برضو؟ ليه؟ شايفني مجنونه؟ بالعكس، ده انت اعقل العقلات يا ست الستات والبنات. بس ما ينفعش تشغلي نفسك بتفاهات زي دي. يعني انت شايف كده؟ طبعا الشغل اهم. بس دي اخر فرصه، ولو عمل مصيبه تانية تبقى انت المسؤول قدامي. اذا كان كده ماشي، تعالي بقى جوه عشان عايزك في كلمتين في التكييف. يلا اتفضلي يا ست البنات. خير يا سي مختار. شو لحظه يا بنت كده ان انت مشغوله عني من ساعه ما نزلت الشغل في المدبغه. لا عاش ولا كان اللي يشغلني عنك يا سي مختار، ده انا كلي ليك. كلامه بس مفيش عمل. امرني وانت تشوف. يا بنت وحشتيني وحشتيني، نفسي اقضي كده ليله من ليالي زمان. ولا انا ما وحشتكيش بقى؟ فشر، ده انت وحشني على طول، ده انت بتوحشني وانت معايا وحياة ربنا. طيب اعملي حسابك بقى الليله دي نسهر مع بعض في اوضتنا. غالي والطلب رخيص. طب قوليلي تحبي تتعشي ايه عشان اوصيهم يجيبوه؟ اي حاجه، كل اللي يجيبه ربنا كويس. طب ايه رايك في اكله كوارع من اللي ترم العظم وتقوت الجته؟ يا سلام، دي نورت الاكلات وكلها حلويات. ده انت اللي حلويات يا عسل العسلات. اوعى كده يا سي مختار احسن حد يشوفنا عيب. ما يشوفنا احنا بنسرق؟ ده انت مراتي بشرع ربنا. تعالي بس. اهلا اهلا حياة، وحشتيني يا حبيبتي وحشتيني. ده ما شاء الله احنا بقينا تمام. الدكتور طمني والحكايه عدت على خير. انت عارف مش مصدقه اني لسه عايشه وما متش. بعد الشر عليك. اول ما دخلت اوضه العمليات حسيت اني بودع الدنيا ومش راجعه لها تاني. عمر الشقي بقى ايه بقى؟ انت يا مامي كمان كنت شقية، امال انا بقى ايه؟ انت حياه قلبي، انت روح قلبي، وحشتيني يا حياه. على فكرة انتوا وحشتوني قوي، بس بابا اشرف كان واخد باله مني، وتيتا كوثر وطنط سماح وطنط نورة كانوا بيلعبوا معايا. يعني انبسطتي معاهم يا حبيبتي؟ قوي يا مامي. يلا بقى قومي بالسلامة علشان تيجي معانا. انا كمان اجي اعيش معاكم. وليه لا؟ ده بابا اشرف طيب قوي وبيحبنا، يا ريت يا مامي يعيش معانا على طول. معقولة انت تعمل كده يا سعد؟ شوف بنتك عملت ايه الاول وبعدها بقى تعالى حاسبها. ايه ده؟ انت لابس باروكه ولا انا بيتهيألي؟ سيبك من حكاية الباروكة دي، خلينا في المهم. ترميها في الشارع بالشكل ده، هي دي الأمانة اللي أمنتك عليها؟ انا كمان لما عرفت اللي هي بتعمله كنت زي المجنون، ما بقتش عارف انا بعمل ايه. ولو دي برضه مراتك وام عيالك في المستقبل يعني. عيالي ايه اذا كانت هي مش عايزه تخلف مني اصلا؟ اصل انت فاهم غلط، اصلها عندها عقدة. عقدة؟ ايوه. عقدة ايه؟ عقدة من الحمل والولادة. اصل بنت عمتها الله يرحمها كانت حامل وماتت وهي بتولد،
ومن ساعتها جات لها الازمه. ايوه بس هي ما قالتليش على الموضوع ده قبل كده. ده هي نفسها ما تعرفش لانها عقده. ايوه ازاي يعني؟ مش فاهم. اصل لو عرفت عقدتها يبقى عقدتها اتحلت. طب والعقده دي بقى تتحل ازاي؟ بالحنيه والمسايسه. وانا هقول لك يا عريس. عريس ايه ده؟ انت بنتك عجزتني من قبل الاوان. فاشر ده انت عم الشباب كله. بس انت عارف الجواز بيحصل فيه مشاكل ويتحل بينكم وبين بعض. طب افرض بقى كل واحد فينا ركب دماغه، هنعمل ايه ساعتها؟ ساعتها ليها اهل يترد عليهم. اصلك انت ما تعرفنيش وانا صحيح بحبوح، انما وقت الجد كرباك. انت ما تعرفش انا عملت فيها ايه ساعه ما عرفت. عملت ايه يا كرباج؟ زعقت لها وشخطت فيها وقلت لها كلام جامد قوي لحد ما هي اعترفت بغلطتها. رشا اعترفت بغلطتها؟ يعني ما قعدتش تجادل معاك زي عادتها؟ تجادل مين يا عم؟ انت اصلك ما تعرفنيش، انا لما بتعصب ببقى وحش ومنكسر. طب قول لي، المهم وصلت معاها لايه؟ ولا حاجه. امال ايه كرباج ووحش كاسر؟ ده انا خفت منك. افهمني بس، انا اديتها حقنه مخدره لحد انت ما تيجي وتكمل العمليه. عمليه ايه؟ عمليه ان انت تقنعها بانها تحمل منك. وانا لسه هقنعها؟ المفروض تبقى دي رغبتها ودليل على حبها ليا. مش قلت لك ان عندها عقده؟ طب انت عايزني اعمل ايه؟ ايوه يا سيدي، تيجي الليله دي عندي تشرب الشاي معايا وتصالحها. ايوه بس رشا عنيده مش هتصفى بسهوله. يا سيدي جرب، انت خسران حاجه؟ بس يبقى عملت اللي عليك. ماشي، انا هاجي بس عشان اصفي ضميري قدام ربنا، لكن بصراحه انا قلقان. سيبها على الله وعليا. اللي تخاف منه ما يجيش احسن منه. كل دي من ايدي. كفايه بقى، انت بتزغطي ده كربط. تعدمني لو ما اكلتهاش. لا الا دي، ده انت حبيبه قلبي ومن غيرك الدنيا ملهاش طعم. بجد يا سي مختار؟ بجد ده ايه؟ بجد بحبك 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 يا سماح. ده انا بحبك حب يعني انت نقطه الضعف اللي جوايا. بعد الشر عليك من اي ضعف يا اخويا. والله يا حبيبتي ساعات كده بقعد اسرح مع نفسي يعني كده اقول لا اله الا الله لا اله الا الله. لو الواحد جراله حاجه هتعمل ايه من بعدي؟ اوعى تقول كده تاني، بعد الشر عليك. يا حبيبتي محدش ضامن عمره، الحكايه كلها يعني نفس داخل ونفس خارج. تاني هتقول كده؟ بصي بقى يا سموحه، انا عايز اامن لك مستقبلك. تأمنه ازاي يعني؟ هحط لك 1,000,000 جنيه باسمك في البنك. 1,000,000 جنيه مرة واحدة؟ مش كتير عليك يا ست البنات. تسلم لي ويخليك ليا، بس برضه وجودك جنبي هو كل اللي نفسي فيه. تسلمي لي ويبارك لي فيكي يا ست البنات انت. انا بقى بقول ايه بقى، انا نفسي اخلف منك عيل بقى يشيل اسم ليل. عيل؟ عيل. الظاهر يا بنت آن الأوان إن أحقق لك أمنيتك ونجيب قرطة عيال. أيوة يا سي مختار، بس إيه؟ أصل المدبغة ما أنت عارف حواليها إزاي لو حبلت وخلفت. أنا هواليها بدالك، المهم أنت تفضي نفسك خالص للحبل والولادة. ماشي؟ اللي رايده ربنا هيكون يا أخويا. يا ترى بقى الهانم موجوده ولا بره ومقعدني على الفاضي؟ جاي حالا يا اخويا ما تقلقش. انا عايزك بس تهدى كده وتمسك اعصابك وتراعي عقدتها. يا دي النيله على العقده اللي عقدتني في عيشتي دي. هي عقدة ايه دي يا اخويا؟ بعدين يا تفيدة بعدين. روح اعملي كوبايه نعناع لسعد علشان يهدي اعصابه. يلا. حاضر يا اخويا، من عينيا عن اذنكم. منور يا سعد. انت ايه اللي جابك؟ رشا، سعد عرف غلطته وجاي يصالحك. اطلع بره. عيب يا رشا، ده بقى ما كان في بيتك. ما انا كنت في بيته، كان عمل لي ايه؟ رشا طردني زي الكلبة وما هنش عليه حتى يبص عليا من ورا الشباك. ده طلع غدار وملوش امان. رشا انت اللي وصلتيني لكده. انت بتتكلم ليه دلوقتي؟ انا مش طردتك، انت ما عندكش دم. اطلع بره يا بني ادم. عاجبك كده يا عمي؟ عيب يا رشا، تطرديه من بيتك. زعلت قوي اني طردتك. امال انا اعمل ايه اللي اتلطمت في الشارع لحد ما عرفت اوصل لاهلي. خلاص بقى يا رشا يا بنتي، ايه الجواز يا ما بيحصل فيه مشاكل. قولي لها يا طنط. وبعدين هي اللي ابتدت لما بقت تاخد الحبوب من ورايا. عايزني اخلف منك علشان لما تطلع عن شعورك تطردنا انا وابنك في الشارع؟ انا لا يمكن اعمل كده طبعا. عشان انت عملت كده فعلا. انت اللي خرجتيني عن شعوري. وانا اضمن منين ان انت ما تخرجش عن شعورك تاني؟ بقول لك ايه يا رشا، جوزك عنده حق، من حقه انه يخلف يا بنتي. وبصراحه بقى لو انت خايفه من الحمل والولاده كان لازم تصرحيه وتقولي له قبل ما تاخدي حبوب منع الحمل. والله عندك حق يا عمي. انا كل اللي مضايقني انها عملت كده من ورايا، لكن لو كانت قالت لي انا كان ممكن اقدر ظروفها.
اديك دلوقتي عرفت كل حاجه. يلا بقى على فيلتكو وانتم متفقين. متفقين على إيه إن شاء الله؟ على انك تحملي وتجيبي لنا بيبي. ده لا يمكن يحصل أبداً. وده بقى لا يمكن يحصل بسبب خوفك من الحمل والولاده ولا بسبب خوفك مني؟ الأول كان بسبب خوفي من الحمل، لكن دلوقتي بسبب خوفي منك عشان طلعت غدار وملكش أمان. ربنا يسامحك يا شيخه. ده ربنا وحده اللي يعلم انا بحبك قد ايه. خلاص يا رشا بقى، الراجل جاي يصالحك، سامحيه والمسامح كريم. والله أنا ممكن أسامحه بس بشرط. ايه هو؟ يكتب لي الفيلا بتاعته باسمي. اكتب لك الفيلا باسمك؟ عشان لو خرجت عن شعورك ما تعرفش تطردني انا وابني في الشارع. يعني هتحملي وتجيبي لنا بيبي؟ والله لو حقق لي شرطي هحمل. ايه قلت ايه يا سعد؟ بس ده كتير قوي. معقولة يا سعد تستكتر على ابنك حبيبك ضناك حتة فيلا لا راحت ولا جت؟ لا طبعا، بس انا طب بص، انا ممكن اكتب لك شقتنا القديمه باسمك عشان لو خرجت عن شعوري لا قدر الله تروحي تقعدي فيها. الفيلا يعني الفيلا عشان لو خرجت عن شعورك لا قدر الله تلم شنطك وتطلع بره فيلتي. طمني يا دكتور، في امل اخلف ولا لسه؟ هو انت منتظمه في العلاج زي ما قلت لك بالظبط؟ ماشي عليه زي الساعه، على الله بس يكون جاب فايده. هو في تحسن بس بسيط قوي، مش زي ما كنت متوقع. يعني ايه؟ لسه برضه مش هعرف احبل؟ في الوقت الحالي مستحيل، انما لما يتم علاجك ممكن ان شاء الله. وهيتم علاجي امتى؟ زي ما قلت لك في اول زياره، العلاج بياخد سنين ومش كل جسم زي التاني. سنين؟ ربنا يدينا ويديك طولة العمر يا دكتور. ده منزل نور عبد الستار ليل؟ ايوه يا فندم. مين حضرتك؟ انا محضر من المحكمه ومعايا انذار وعايزه توقعي بالاستلام. مين يا هنية؟ ده واحد محضر عايزك يا ست نور. عايزني انا؟ ايوه. ايوه. حضرتك نور عبد الستار ليل؟ ايوه انا. لو سمحت توقعي لي انا بالاستلام. استلام ايه؟ ورقه طلاقك من جوزك الاستاذ رؤوف زاهد ابو الخير. يا لهوي يا لهوي يا لهوي! في ايه يا هنية؟ في ايه خبطتيني؟ في ايه انطقي؟ مالك يا نورة؟ في ايه يا حبيبتي؟ رؤوف طلقني يا ماما. طلقك؟ مش هو ده اللي كنتي عاوزاه؟ كنت عايزاه، بس ما كنتش اعرف انها لحظه صعبه قوي كده. يا حبيبتي معلش يا حبيبتي، ربنا يعوضك خير ان شاء الله. ازيك يا فله؟ ازيك يا اشرف بيه؟ الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. دي بقى يا ستي فله، بنت هنيه الست اللي بتساعد ماما في شغل البيت، جبتها تساعدك لحد ما تقومي بالسلامه. الحمد لله على السلامه يا ست هاني. الله يسلمك. ياه، ما كنتش متخيله اني هرجع بيتي تاني. ازيك يا فل؟ ازيك انت يا حياه، عامله ايه؟ الله، انت تعرفيها؟ طبعا دي صاحبتي، كنا بنلعب مع بعض في الجنينه هناك. دخلي الشنط يا فله. حاضر. انا هسيبكم بقى واحاول اجي بالليل اطمن عليكي، ولو ما قدرتش هكلمك في التليفون. انا متشكره جدا يا اشرف، انت جمالك كترت عليا قوي. لا ازاي؟ لا شكر على واجب. باي باي يا حبيبتي. ما تتاخرش. لا مش هتاخر عليكي. معلش. بابا اشرف راح فين؟ اكيد عنده شغل يا حبيبتي. واحنا مش هنروح له تاني؟ ضروري طبعا هتروحي له تاني ان شاء الله. امتى يا ماما؟ اول ما اشد حيلي كده يا حبيبتي واقوم بالسلامه. طيب هو بابا اشرف ما ينفعش يعيش معانا على طول؟ يعيش معانا؟ اصلا بحبه قوي يا مامي. امال فين نورة وسماح؟ ما جوش يفطروا ليه؟ بيقولوا مالهمش نفس، كل واحدة قاعدة في اوضتها وقافلة على نفسها. مالهمش نفس؟ وانا كمان ماليش نفس. شيلي الاكل يا هنيه. والله يا ستي ده انتي ما فطرتيش. الفطار ده للناس الرايقه اللي بيبتدوا يوم جديد، انما احنا امبارح بيطاردنا ويا خوفي من النتائج. انا مش فاهمة حاجة. احسن حاجه انك ما تفهميش، انك لو فهمتي هتسدي نفسك زيي. شيلي شيلي.
سماح، انت قاعده هنا قافله على نفسك ليه يا حبيبتي؟ لا ابدا، انا متضايقه شويه بس. مالك يا حبيبتي؟ تعيتي ولا ايه؟ تعبانه قوي يا ماما. طب في ايه بس يا حبيبتي؟ فضفضيلي. مختار مزعلك ولا حاجه؟ ابدا والله، بالعكس، ده مختار بقى كويس ورجع زي زمان. امال يا حبيبتي بتعيطي ليه؟ نحسي واسمتي المايله. حرام عليكي ما تقوليش كده، انت ست مؤمنه. ونعم بالله، بس انا اللي صعبان عليا وقاهرني سي مختار. ماله مختار؟ في ايه؟ اصله فتحني في موضوع الخلف. بجد؟ عايز نحبل في اسرع وقت. وماله؟ مستنيه ايه؟ ما هي المشكله اني ما بخلفش. ايه؟ صباح الخير. صباح النور. يا ترى حاجه كوثر موجوده؟ ايوه موجوده، نقول لها مين حضرتك؟ نعمه. حاضر يا فندم، اتفضلي حضرتك. الله يرحمك. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حاج. مين حضرتك؟ انت يمكن ما تعرفينيش وما شفتنيش قبل كده، بس اكيد سمعتي عني. سمعت عنك فين؟ انا نعمه سيد مجاهد، مرات الحاج عبد الستار التانية. وجايه هنا ليه؟ جايه لاني عرفت انك ست عاقله وهتفهميني. افهمك في ايه؟ انا عارفه ان جواز الحاج مني ده مزعلك، بس ده الواقع وده شرع ربنا. وجايه تقولي الكلام ده دلوقتي ليه؟ عشان ليا عندك حق وعايزه اخده. حق؟ حقي في الفيلا والمحل والمطبخ. انت مالكيش اي حقوق عندنا. عيب كده يا حاج، ده شرع ربنا. نصيبك خدتيه فلوس من مختار. ده حقي في السيوله، لكن حقي في الاصول لسه يا حاجه. انت ايه؟ قراطه ماسكه فينا ومش عايزه تسيبينا. انا مش جايه اشحت منك، حقي هاخده بالقانون. انا جايه علشان خاطر الراجل ده اللي حبني واكرمني طول ما هو كان عايش، ولانكم من ريحته قلت اجي اعرض عليكم نصيبي، يمكن تحبوا تشتروه وتدوني بداله فلوس وابعد عنكم واحل. يا سلام، انت ايه؟ ما بتشبعيش؟ ما كفاكيش الفلوس اللي خدتيها؟ تاني خدتي؟ بقولك ده حقي يا حاجه. طب امشي اطلعي بره بقى. عيب لان انا في بيتك. اديك يا حلوه قلتي انك انت في بيتي، عشان كده امشي اطلعي بره. بقولك امشي اطلعي بره، فاهمه ولا لا؟ هنيه، هنيه. ايوه يا ست، ايوه. تعالي خدي الست دي وشيليها وارميها بره البيت. حاضر يا ست. اوعي ولقيت من وشي. وخليكي فاكره يا حاجه ان انت اللي ابتديتي وراجعالي. لا يا اختي خوفتيني. ايه يا رب ده؟ ايه البلاوي دي؟ بيجوا منين مصيبه دول؟ يا رب يا رب. لا يا مجد، لا لا، ده كلام، ده كلام. ما هو انت كمان اللي غلطان يا مختار. انا اللي غلطان؟ ايوه انت. كان لازم تاخد منها تنازل عن نصيبها في الاصول ساعه لما كنت بتديها فلوس. ما جاتش في دماغي حاجه زي دي. كنت رجع لي يا اخي وانا ادلك. الله، انما رحت اتصرفت كده من دماغك. اتفضل بقى، اهو كده بقى ليها حق عندكم. تقوم انت يا بنت اللي ترفع لها القضيه وعايز تجيب لها حقها انت. ايوه يا مختار يا حبيبي، انا خدتها على حجري عشان يبقى زيتنا في دقيقنا، بدل ما تروح تجيب محامي تاني من بره يبقى عايز يعمل علينا شغل ويولعها. وانت يعني هتفيدنا بايه؟ اقول لك انا بقى ممكن افك بايه يا مختار. انا ممكن اهدي اللعب شويه في القضيه لحد ما تتفقوا مع بعض وتراضوها بقرشين من غير لا فضايح ولا شوشره. تاني قرشين؟ مش مكفيها الملايين اللي خدتها يا مختار يا حبيبي. فهمني، نعمه معايا او مع اي محامي تاني غيري كانت هتكسب قضيتها وكانت هتحصل على كل حقوقها بالكامل. ده قانون وشرع ربنا يا اخي. البت دي انا اتخنقت منها خلاص. اقول لك على حاجه يا مختار، نصيحه لوجه الله، ماين معاها المره دي كده مره اخيره واخلص منها خالص. لا يا متر، انا خلاص اديتها حقها تالت ومتلت واكتر من حقها كمان. انما اللي بتعمله معايا ده اسمه عوق، وانا اللي يعوق معايا هبخ سم في وشه. اسمحوا لي في البداية أرحب بضيفنا الموجود معانا النهاردة
الأستاذ الدكتور أحمد السعيد يونس، رئيس جمعية أصدقاء لبن الأم المصرية وأستاذ طب الأطفال وحديثي الولادة. مساء الخير يا دكتور. أهلا وسهلا. أهلا بيك والحمد لله على السلامة، بقالك كتير ما كنتش معانا. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. دكتور أحمد، عايزة أول حاجة بس نقول للمشاهدين والأمهات تحديدا اللي شايفيننا دلوقتي، إيه أهمية الرضاعة؟ جمعية أصدقاء لبن الأم المصرية بسرعة هي إنه ربنا خلق لبن الأم علشان الطفل. انت بتعمل ايه؟ بجمع داتا عشان هتفيدني في المرحلة اللي جاية. انت طول عمرك كده تموت في جمع المعلومات. وهي الدنيا ايه غير معلومات، ودايما اللي بيعرف أكتر هو اللي بيكسب. يا محمد خير؟ ايه؟ امتى اشتريتوها وامتى خسرت؟ يا دي المصيبة، يا دي المصيبة. ايه يا سعد في ايه؟ أنا بيتي اتخرب، بيتي اتخرب خلاص. اهدى بس فهمني في ايه؟ الأغبياء اللي عندي اشتروا أسهم ب10 مليون جنيه في شركة، والشركة دي فلست من ساعة واحدة بس. يا لهوي، يعني انت خسرت 10 مليون جنيه؟ دي البداية، وربنا يستر على اللي جاي. انت متسلط عليا ولا فاكر ان الحظ هيخدمك زي المرة اللي فاتت وتقول لي عندك خطة؟ بصراحة ما عنديش. يعني دمرتني بغبائك. ومين قال لك انه بغبائي؟ يعني ايه؟ دايما بتفترض انك الذكي الوحيد. ما انا لو افترضت انك استسكيت في موقف زي ده يبقى هفترض فيك الأسوأ وهتأكد انك خاين. انا خنتك وبعتك وقبضت الثمن. وريني ازاي بقى هتخرج من ورطتك دي. المرة دي مش هينفعك ذكائك. معقولة انت تعمل كده؟ طب ليه؟ ليه واحدة؟ قول ليه وليه وليه وليه؟ الدرجة دي بتحقد عليا؟ أنا بكرهك. ليه؟ ليه؟ ده انت ما شفتش مني غير كل خير. ده جزائي؟ ده جزائي اني وقفت جنبك؟ ده جزائي اني خليتك بني ادم بعد ما كنت رمة ولا تسوى؟ كنت باقي معاك على العيش والملح، وانت اللي خنتهم بطمعك وفراغة عينك. اعتبرتك صاحبي واديتك ثقتي وامنتك على فلوسي. معقولة انت تعمل كده؟ ده احنا طول عمرنا اصحاب من ايام الجامعة. اديك جبت المفيد. من ايام الجامعة وانا كنت بحس دايما ان انت ابن الناس المستحمي اللي عنده عربية. انا ذنبي ايه في ده كله؟ ذنبك انك ارتحت وغيرك شقي. ده انت شرير قوي. مفيش شرير بيبقى شرير لوحده. اكيد في حد بيدفعه لكده. وانا بقى من الناس اللي دفعتك انك تبقى شرير؟ انت اول واحد. ليه؟ ده انا طول عمري بعطف عليك وعمري ما حسستك بفقرك. عطفك ده كان بيقتلني، كان بيحسسني بعجزي. الرفاهية اللي كنت بعيشها معاك كنت بحس انها ايام من الجنة، بتحرم منها اول ما ارجع شقتي الحقيرة. الحاجات دي كلها خلتني اكرهك. انا بكرهك. انت مريض. حتى صفية البنت الوحيدة اللي حبيتها في حياتي حبيتك انت. طب انا اعمل لك ايه؟ اعمل لك ايه اذا كنت انت مش عارف تلفت نظرها؟ الفت نظرها بايه؟ وانت دايما قدامها ريحتك حلوه وحاطط برفان. دايما قدامها بتلمع. يعني انت لازم تطفيني عشان تلمع انت؟ ما كانش قدامي حل تاني غير كده، لان وانا جنبك كنت دايما انت نمره واحد وانا نمره اتنين، وانا لا يمكن اقبل كده لان انا زيك بالظبط. ما تبقى نمره واحد بعيد عني يا اخي. ايه اللي جايبك تزاحمني في حتتي؟ عجباني يا اخي حتتك، وبعدين خلاص الاوراق اتلخبطت وانت ما بقاش ليك ترتيب اصلا، وبقيت انا نمره واحد لان التمن اللي انا بعتك بيه خلاني مليونير، خلاني احسن منك. انت انسان حقير، حقير وهقتلك. هقتلك يا كلب يا زبالة. انا تعمل معايا كده؟ انا تعمل معايا كده يا حقير؟ ايه ده حضرتك؟ انا لسه في عمري كتير وهعيش وهتمتع
انما انت قول على نفسك يا رحمن يا رحيم. يا زبالة يا رمة يا واطي. وفر نفسك للمصايب اللي جايه يا سعد بيه. سلام يا صاحبي. اوعى. ايه ده يا فندم؟ ايه ده؟ كويس ان لحقتك قبل ما تروحي. خليك يا ست البنات، عامله ايه؟ خير يا سي مختار. ايه اللي معادك لحد دلوقتي؟ انا قلت زمانك روحتي. قدامي شويه حسابات كده براجعها. تعيش يا اصيله. الا بالحق، انت بتروحي وبتيجي ازاي المدبغه هنا؟ انا متفقه مع سواق تاكس وبحاسبه بالاسبوع. ايه؟ مرات انا تركب تكوسه وتتبهدل في المواصلات؟ الحمد لله كده رضا. ده في غيري بياخدها كعابي لما رجليه بتورم عشان ما معهوش حق الميكروباص. واحنا مالنا ومالهم؟ مرات انا ست البنات. هو في حريم حلو كده اصلا بينزل شغل يوم يركب تكوسه؟ لا لا لا، ما ينفعنيش الكلام ده. بكره الصبح هنزل اجيب لك اجدع عربيه على الزيرو بسواقها. عربيه مره واحده؟ طبعا، وموديل السنه دي كمان. هو انا عندي اغلى منك يا سموحه السموحات؟ ربنا يخليك وما يحرمنيش منك ابدا، قادر يا كريم. تعيش يا ست البنات يا عسل العسليات. ما كانش العشم يا متر يخونك برضو العيش والملح. لا عشت ولا كنت لو عملت كده ابدا يا حاج. امال تفسر بايه وقوفك ضدنا مع اللي اسمها نعمه دي؟ ضدكم؟ ده لمصلحتكم يا حاج. تدافع عنها وتقول لي مصلحتنا؟ طبعا، ما هو انا لو ما عملتش كده كانت راحت لمحامي تاني، والله اعلم بقى وقتها كان ممكن المحامي ده يعمل ايه. تروح واعلى ما في خيلها تركبه. يا حاجه انت ست مؤمنه وعارفه ان شرع الله حق. ما خدت فلوسها، عايزه ايه تاني؟ لسه ليه حق عندكم يا حاجه؟ ولا انت بقى عايزه الحاج عبد الستار ما يبقاش مرتاح في تربته؟ ده دين عليه ليها ويفضل متعلق كده في رقبتكم. وايه المطلوب مننا؟ مش هقول لك بقى تدوها جزء من الفيلا ولا حته من المحل والمبغه، حاولوا بقدر الامكان تقيموا نصيبها بفلوس وتدوها لها. ونصيبها ده بقى يتقيم بكام؟ حوالي 2 مليون جنيه، 2 مليون جنيه ونص تقريبا كده يعني. ودول هنجيبهم منين؟ حاجه كوثر، الاشياء معدن والعمليه ماشيه زي الفل ما شاء الله يعني. ده الظاهر بس، انما المستخبي بقى ربنا سبحانه وتعالى هو اللي عالم بيه. ده لولا دخل المدبغه والمحل ما كنتش عارفه اعيش ازاي. معقوله حاجه كوثر انت اللي بتقولي الكلام ده؟ امال ولادك ما شاء الله يعني من غير قر ولا حسد عايشين ازاي في المستوى اللي هم عايشين فيه ده؟ انا ماليش دعوه بولادي، كل واحد ينام على الجنب اللي يريحه. يعني انت يا حاجه ما تقدريش تقنعي اي حد فيهم يدفع لها الفلوس دي بقى ونخلص؟ دي مش فلوسي عشان احكم فيها، انما انا عشان بخاف من ربنا وخايفه من يوم الحساب فهجيبها تعيش معايا هنا في الفيلا وتاخد نصيبها. تعيش معاك هنا في الفيلا؟ ايوه، وتاخد كمان نصيبها في المحل والمدبغه اول كل شهر بما يرضي الله. ده كرم كبير منك قوي يا حاج. انا لو عليا كره الحل ده، لكن حرصي بقى على رضا ربنا خليني صابره وساكته. يا سعد طمني، عملت ايه؟ كله راح. يعني ايه؟ خلاص مفيش امل تعوض الخساره وتصلح الغلط؟ الغلط فينا احنا، ما بقيناش بني ادمين، بطلنا نحب بعض، كل واحد بقى مش راضي بحاله، باصص للي في ايد غيره وبيحسده عليه. بقى كل همنا ازاي نفرح في بعض مش نفرح لبعض. انت تقصد مين بالكلام ده؟ كلنا. قوي بيقتل الضعيف عشان قادر عليه، والضعيف لو جات له فرصة انه يقتل القوي مش هيتردد لحظة عشان ياخد مكانه. في النهاية كلنا خسرانين، كلنا خسرانين.
مالك يا مختار؟ بفكر يا سماح. شكلك بتفكر في موضوع مهم. بفكر في سنين حياتي وشقى عمري وتعبي وانا بجمع الفلوس دي. ما كنتش اتخيل ابدا اني هجمعها وفي الاخر مش هلاقي حد اديها له. اتجوز يا مختار. انت بتخرفي تقولي يا سماح. انا لا بحب ولا هحب حد غيرك، ومش معنى اني بفضفض لك باللي جوايا اني عايز اتجوز. ان في بينا عشره وحب وصداقه تسمح لي اني اشتكي لك حتى لو منك. ما انا عارفه، عشان كده بقولك ما عنديش مانع. صدقني اتجوز يا اخويا عشان تجيب العيل اللي بتتمناه وما تحسش ان في حاجه ناقصاك وتفرح. نفسي افرح وربنا نفسي افرح، بس الدنيا مش ممكناني. ساعات ما بطيقش فكرة اني اتجوز عليك يا سماح. بحس انك كفاية عليا، منورة دنيتي. وساعات تانية بضعف نفسي يبقى لي عزوة اتدفى بيها في ايام اللي جاية، انا وانتي. عشان كده بقولك اتجوز وريحني. هتتعبي لو عملتها. بالعكس، انا هحس ان في هم انشن على صدري. ربنا عالم يا سماح، لو خدت الخطوة دي أبقى مضطر. بس أعمل إيه؟ نفسي يبقى لي ذكر في الدنيا وعزوة بين الناس. حقك يا أخويا. أنت هتبقي أمهم. ربنا يخلي لهم أمهم. أمهم دي مين؟ دي مهما كان زوجة تانية معروف سبب وجودها إيه وسطينا، إنما أنت حبيبتي، أنت اللي في قلبي، أنت الأولى والأخيرة. ربنا يكبر بخاطرك زي ما أنت دايما جابر بخاطري. أنا لازم أنزل، عندي ميعاد ساعة زمن كده وراجع لك. لا إله إلا الله. محمد رسول الله.